السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على قطعة مهمة يمكن ما عملتش عليها فيديوهات قبل كده. غطا الايزي كويك زي ما انتوا شايفينه هو غطا مختلف. الغطا ده هنا شايفين الخانة بتاعته خانة البخار، يعني التسوية على البخار. تعالوا هنا نشوف الغطا ده مميزاته ايه. اولا ليه 2 كاوتشة علشان يتناسب مع كده الآنية 24 وكده اقدر استعمله مع الآنية 20. اركب الكاوتشة كويس واقدر اغطي بيها الآنية بتاعتي. هنعمل بيها النهاردة كيكة على البخار، وتعالوا نشوف ان شاء الله هتبقى النتيجة ايه. ان شاء الله تعجبكم. هنا حطيت كوباية مية 200 ملي، يعني اللي هي كوباية الشاي، وجبت السفوطيرة زي ما انتوا شايفين. سفوطيرة طبعا قطر 24، وفرشت فيها ورق زبدة، بحاول اخليه مظبوط قدر الامكان، وجهزت الكيكة وهبدأ اضيفها جوه السفوطيرة. زي ما احنا شايفين حطيت الكيكة بعد ما عملتها، حاولت اعملها في شكل وردة كده في الوش كنوع من تجميلها يعني. وهنشوف دلوقتي نجيب غطا الايزي كويك. ممكن كده، والغطا هنا زي ما احنا شايفين الغطا محكم، اظبطه بحيث ان يبقى الكاوتش تمام وقافل زي ما احنا شايفين. اخلي الاي ام سي، بحب دايما اي ام سي تبقى كده في وشي. وتعالوا نركب الاوديو سيرم، برضو الاوديو سيرم الجميل السهل بتاعنا. اي ام سي هنا فوق، هنا في الفيزو تكون تحت، وهكذا. شايفين؟ هجيب التليفون وافتح الابليكيشن. ممكن اظبط من هنا. هظبط على ايه؟ هظبط على علامة البخار، لان ده غطا البخار على هو المفروض 15 دقيقة بعلامة البخار، انا خليتها 16 اكتر، وهشغله على البوتاجاز. طبعا اللي عندها جهاز النافيجينيو نقدر نعمله خاصية الاوتوماتيك برضو، وهيدينا نفس النتيجة. انا حبيت اعمله النهاردة على البوتاجاز علشان في ناس احيانا بيختلط عليها الامر ويفتكروا ان الاواني على جهاز النافيجينيو بس. لا، الاواني بتستخدم على البوتاجاز واي مصدر حرارة. هنستنى ال 16 دقيقة يعدوا ونشوف النتيجة. هنا زي ما احنا شايفين، اوريكم قلت قبل ما ابدأ الابليكيشن انا فتحته، ومش ههتم بقى ان انا اقف قدام الآنية بتاعتي. هاخد الموبايل واروح اقعد في اي مكان في شقتي. اول ما هيرن لي ويقول لي ماينس اروح اوطي النار. الاوديو سيرم طبعا هيرن لي على الآنية وهيرن لي هنا على الموبايل، ولما نخلص هاجي اشوف النتيجة. شايفين هنا وانا كنت في الأوضة لقيت الموبايل بيرن، وجيت المطبخ لقيته برضو بيرن، فوطيت النار الاتنين. وزي ما انتوا شايفين هضغط على زائد ضغطة عشان انا وطيت فعلا النار. ريحة الكيكة بدأت تظهر. هستنى 16 دقيقة يعدوا ونشوف النتيجة. شايفين يا جماعة السهولة؟ رنلي تاني قال لي النار كده بدأت تنخفض. علي النار، هعلي النار شوية وهضغط برضو، وهضغط على الزائد عشان انا نفذت الاوردر اللي هو طلبه مني. كمان هو سكت على الموبايل على الابليكيشن وعلى الاوديو سيرم. بجد ابداع ابداع ابداع. وتسلمي اي ام سي على كل يوم بتفاجئينا بجديد. زي ما احنا شايفين الاوديو ثيرم رنلي والابليكيشن رنلي، قال لي هنا 00 هنا 00. يلا نشوف
الكيكة. بسم الله. اشيل الاوديو ثيرم. بسم الله. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شكلها باين جدا انها استوت جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف كده استوت طبعا، شايفين؟ اظن كده ما شاء الله استوت بالظبط 16 دقيقة بعلامة البخار، وكيكة تمام جدا زي الفل، هشة جدا، طرية جدا، انا حاساها زي السفنجة. ودي مقاديرها يا جماعة كانت 2 بيضة، كوباية دقيق، 4 معالق لبن، ربع كوباية زيت، نص كوباية سكر، معلقتين بيكنج باودر، رشة ملح، والحبة الاخرانيين من الكيكة من العجينة. رحت حط عليهم معلقتين كاكاو خام، تقلوا اللون وبقى عشان تبقى فيها لون شوية. هنا طبعا احنا شايفين هي ما اتحطتش في فرن، فالوش ما اتحمرش. اللي عايز كده هي استوت تمام زي الفل. عايزه تكفي عليها النافجيني وتدخليها تحت الشوايه، في الحالتين هتبقى تمام. وهنقطعها ونشوف النتيجه. ايه رأيكم في الشكل الجميل؟ انا مبهورة بجد، مبهورة جدا. بسم الله. شايفين؟ بصوا على رأي بنتي الكيكة فلافي خالص، هشة. شايفين؟ دول 2 بيضة. من جمال يا جماعة اواني AMC بجد المبدعة مبدعة. حتى لو حطيتوا بيض قليل عشان تعرفوا ان اواني AMC موفرة في كل شيء، في الزيوت، في الطاقة، في الوقت، في الصحة، حتى في الطهي. عملت ب2 بيضة طلعت كأنها سبونج خالص، هشة خالص، تحفة خالص، طعمة. شايفين؟ مش عايزة اقول لكم ان انا ما بعرفش اطلعها بالشكل ده في اي حاجة تانية. اواني AMC الكيكة فيها بتطلع حاجة ولا اجمل ولا اسهل. والتسوية على البخار مع غطا الايزي كويك شيء مبدع مبدع مبدع. دي اول حاجة انا عملتها الكيكة، وباذن الله اعمل حاجات تانية وان شاء الله تعجبكم. بس كغطا، وغطا مميز، هو يعتبر حلقة وسط ما بين الغطا العادي وغطا السوفت لاين، لانه هو طهي على البخار يختلف جدا عن غطا السوفت لاين وعن الغطا العادي. شايفين؟ انا بوريكم ازاي هو فلافي. موكا جاي عايز ياكل منها، مش بتاعتك. طبعا من ضمن الحاجات الحلوة في غطا الايزي كويك اللي انا بحبه جدا ان هو بقدر بستخدمه مع الاواني AMC اللي عندي، اذا كانت قطر 24 او 20. فطبعا ده حاجة مميزة جدا. الخضار السوتيه ممتاز بيه جدا. حاجات كتير قوي بقدر، الرز حلو جدا، حاجات كتير قوي بقدر اعملها بيه. الكسكسي هيطلع احلى واحلى، لان بغطا الايزي كويك تسوية على البخار 100%. الاسماك بتحافظ على الاوميجا 3، مميزاته رهيبة. يلا بالتوفيق.